السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طلابنا طلاب تانية ثانوي، اهلا بيكم يا دكاتره. ان شاء الله دي المحاضره الاولى معانا من محاضرات ماده الاحياء للترم الثاني، ولكن قبل ما نبدا ونتكلم عن تفاصيل الترم ونتكلم عن تفاصيل المحاضرات والمنهج هيبقى ماشي ازاي، حابب اقول لكم كلمتين كده تسمعوهم مني في الاول علشان تقدروا تكملوا الترم ده وتستفادوا منه اقصى استفاده ممكنه. اول حاجه معانا لازم تبقوا عارفين ان الترم ده هو ترم التجربه الاخيره، هو ترم يعني اخر ترم كده ممكن تتدلع فيه، اخر ترم ممكن تنقل فيه بين المدرسين، اخر ترم تقدر تجرب فيه اي حاجه انت بتحبها. طيب بصوا كده يا جماعه، اولا كده اهم ترم انا بعتبره لان انا من خلاله هعرف مين المدرس اللي انا هكمل معاه السنه الجايه. يعني مثلا لو انا باخد مثلا مع اي مدرس في اي ماده، فالمدرس ده انا حاسس ان هو مش افضل حاجه من وجهه نظري، طيب هعمل ايه؟ هروح لمدرس تاني، فهفضل اجرب براحتي جدا الترم ده، طبعا بحدود برضه ولكن براحتي لحد ما الاقي حد كويس جدا بالنسبه لي في الماده دي. طيب علشان لما اجي ثالثه ثانوي اكيد طبعا لازم هروح له، واكيد مش هغيره الا لو حصل يعني معجزه. يبقى طبعا علشان تبقوا عارفين بس كده، الترم ده هو ترم التجربه، ترم او الترم الاخير اللي انت تقدر تجرب فيه هل انت هتكمل مع المدرس ده فيما بعد ولا لا. طيب لو انت متاكد انك مش هتكمل معاه الترم ده او مش هتكمل معاه السنه الجايه، ليه تروح له اصلا الترم ده؟ الا بقى لو برضه ظروف المكان بتاعك بتحكم عليك انك تروح له الترم ده. انا عارف ان ده بيحصل في بعض الاماكن، الا لو انه بيبقى مثلا بيتحتم عليك انك تروح للمدرس ده في الوقت اللي انت فيه ده. طيب بعد كده طبعا خلاص احنا جربنا المدرسين. الحاجه الثانيه اجرب اصلا طريقه المذاكره بتاعتي، اشوف هل انا اصلا هقدر اذاكر بالطريقه دي. يعني مثلا هل انا بذاكر ازاي؟ طب بحفظ ازاي؟ طب انا بحل كويس؟ طب انا ما بحلش كويس؟ طب انا عندي مشكله في حل معلومات الاحياء، بتتحفظ طب بتتفهم؟ طب انا ما بعرفش احل مساله فيزياء، يعني عندي مشكله في تجميعة الارقام وفكره ان انا ازاي اكتب القانون وازاي اعوض والحاجات دي كلها، وازاي اطلع المعطيات وازاي افهم المطلوب. كل ده مهم جدا ان انا اتدرب عليه السنه دي. يعني اصل مش منطقي ان انا ادخل السنه الجايه والاقي نفسي عندي لسه نفس المشكله وبتفاجئ. طب او من اول شهر ازاي اذاكر فيزياء؟ ازاي اذاكر كيمياء؟ ازاي اذاكر احياء؟ طب ما انت كنت فين في سنه تانية؟ يبقى الفكره كلها ان سنه تانية ديت هي سنه التجربه او ترم التجربه، الترم اللي احنا فيه ده. طيب اولا لو انا هتكلم عن مادتي ماده الاحياء، طبعا ده من امتع الترمات اللي انت هتحضرها في حياتك كلها، حرفيا ده اسهل ترم وامتع ترم وامتع واسهل معلومات. طيب يعني ده ترم كده، ده ترم التعويض زي ما بيقولوا، هتقدر ان شاء الله تقفل فيه الماده باذن الله. طيب الترم سهل، الترم قصير برضو، اهم حاجه نبقى واخدين بالنا ان الترم قصير. بلاش الدلع والمرقعه على اصل رمضان هيجي، اصل احنا مش عارف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، المذاكره والدراسه ملهاش علاقه باي حاجه، وانت في رمضان عادي جدا. يعني هو انت بتبقى بتعمل ايه يعني؟ ما هو الصيام ده حاجه عاديه خالص مش هتضرك في شيء، الصلاه وده الطبيعي، مفيش غير صلاه القيام والتهجد في اخر 10 ايام، دول يعني اللي هيعملوا لك المشكله كلها. طيب فالوقت بتاعهم يعني الساعه بتاعت ده ونص ساعه او الساعه بتاعت ده مش هتعمل لك ازمه كبيره قوي يعني. طيب واحنا كنا قدك يعني برضو كان مفيش ازمه والله العظيم، يعني انا بقول بامانه يعني ما كانش في ازمه ولا في اي حاجه. فديت برضو علشان ما تعملش حجه رمضان اصل مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ملهاش اي علاقه بالمذاكره والدراسه. طيب بعد كده انا كده ظبطت مذاكرتي، ظبطت كمان المكان اللي انا بذاكر فيه يا جماعه، عشان بالله عليكم الناس اللي بتذاكر لي على السرير ما ينفعش، والله ما ينفع المذاكره على السرير. في ناس يعني بتيجي معاها المذاكره على السرير، ولكن انا بحس ان يعني مستحيل يبقى فيه انتاجيه، وده مع معظم الناس. علشان ما حدش بس يقول لي اصل في ناس بتذاكر على السرير وبتجيب، يا حبيب قلبي هو بينفع معاه الطريقه دي، انت مش بتنفع معاك. فالفكره كلها ما تقيمش او تقول على حاجه حصلت مع حد وعايز تخليها معاك انت، ده مستحيل يحصل. يبقى الفكره كلها ان احنا نشوف مكان كويس جدا للمذاكره، نشوف المواد والمدرسين اللي احنا هنحضر معاهم السنه الجايه، سواء بقى اونلاين سواء سنتر، اي حاجه مهما كان. طيب الحاجه الثالثه نحاول نشوف كل ماده هتتذاكر ازاي ونطلع كل مشكله معانا. انا عندي مشكله في الجرامر لازم اظبطها، عندي مشكله في الفوكاب، عندي مشكله في ان انا احل سؤال احياء، انا فاهم وحافظ
بس مش عارف احل. يبقى لازم دلوقتي اشوف مشكله للحته دي، احاول اتدرب السنه دي افهم طريقه سؤال الاحياء، يعني ممكن يكون لها تركايه معينه. يبقى الفكره دي كلها والحاجات دي كلها مهمه جدا 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 علشان ثالثه ثانوي. وبس كده يا دكاتره. طبعا انا مش حابب اطول عليكم، ويلا بينا هنبدا المحاضره.